تعالى اقول لك ازاي تبقى مليونير في اسبوع بس. ده اللي بيتقال وده اللي انتوا بتصدقوه، وناس بتلعب باحلامكم بكل سهوله. مفيش حاجه اسمها ان انت تبقى مليونير في وقت صغير، مفيش حاجه اسمها ان انت تبقى هوب كده وبقيت شخصيه مشهوره. مفيش حاجه اسمها ان انت بين يوم وليله تبقى اشهر حد في مصر، الا في استثناءات ان انت تبقى حرامي، او استثناءات ان انت تبقى بتعمل هلس، او استثناءات ان انت تكون ماشي بطريقه غلط. وبعيد عن ده كله، لان دي اكيد مش الطرق الشريفه اللي احنا بنشتغل بيها او بنتكلم عنها. فما تسمعش كلام حد يقولك ان انت هتبقى مليونير في وقت صغير جدا وتقدر تكسر الدنيا وما تلحقش على مكالمات، وان انت ما تعرفش تنام بالليل من كتر المكالمات اللي تجيلك. اللي يقولك كده يبقى هو بيضحك عليك. ده بقى عشان في ناس كتير فاهمين قصة السوشيال ميديا بطريقة غلط، فاهمين قصة السوشيال ميديا ان هي الفانوس السحري اللي هو تدعكه ويطلع لك المارد، يقول لك شبيك لبيك انت عايز ايه، وتقول له عايز عربيه وعايز شقه وعايز، لا بلاش شقه، عايز فيلا وعايز ده وده، وهو يحقق لك الاحلام بتاعتك. لا، كل حاجه بتمشي واحده واحده، كل حاجه بتمشي ستيب باي ستيب، مفيش حاجه بتيجي مره واحده. وحد ممكن يجي يقول لي ايه، انا عايز ابقى مشهور في شهر ابقى مكسر الدنيا والعالم كله عارفني. مفيش الكلام ده. هتشهر بايه؟ هتقتل حد ونطلعك بقى في اخبار الحوادث فتشهر بسرعه؟ دي الوسيله الوحيده. يا اما هتتشهر لو انت نشرت حاجات مش كويسه فبرضه هتتشهر. خلينا نقول ان احنا كناس بتوع بيزنس لازم تبقى عاليتنا عاليه شويه، ولازم ان احنا اصلا ما نسمحش لحد ان هو يضحك علينا، ما نسمحش لحد ان هو يستقل بذكائنا، ما نسمحش لحد ان هو يلعب باحلامنا. انت رايح لشركه تسويق، شركه التسويق دي هتحط لك بلان، البلان دي المفروض ان هي بتبقى المفروض من شهر ل3 شهور. مفيش حاجه اسمها ان انت هتكسر الدنيا باعلان ممول. السوشيال ميديا مش اعلان ممول بس. اللي بيقول لك كده يبقى هو فاهم غلط او مش فاهم تماما. يعني انت مش تعمل اعلان ممول مثلا لاغنيه تكون اصلا فاشله وتتشهر بسرعه، الا غير لو عملت اغنيه زي شيماء والحاجات الهوبا دي اللي بتطرقع ترند وبتروح، فهي اوريدي دي عشان هلس وعشان المجتمع بتاعنا ما بقاش عنده ذوقيات في السماع يعني. فالحاجات دي اللي بتطرقع. انما خلينا نقول لو انت مثلا عندك شركه انت عايز تعمل اعلانات مموله، فالاعلانات المموله مش كفايه، لازم يبقى في حد فاهم بيعمل لك بلان. الحد الفاهم ده بيعمل لك بلان كل حاجه بقى، بلان للشغل، بلان للمنافسين بتوعك ايه، بلان للديزاينز بتاعتك، واحنا قلنا قبل كده دي حاجه مهمه جدا، بلان للتارجتنج بتاعك، بلان ازاي توصل للعميل بتاعك، بلان للايمج بتاعتك، الايمج بتاعتك قدام العميل، وازاي تبني جسر ثقه، لان ده اللي هيبيع لك. الناس بقى اللي هم عايزين يتشهروا كبراند شخصي، البلوجر او الدكاتره او الناس اللي عايزه تشهر البراند الشخصي بتاعها، فبرضو لازم نعمل لونج بلان. اللي هو انت مش هتتشهر في يوم، يعني بمعنى ان انت مش هتعمل اعلان ممول فتتشهر. انت عامل اعلان ممول إيه؟ انت مين؟ الناس انا حد شايفاك اول مره، انت مين؟ انت بتقول عن نفسك ان انت حد زي الفل وان انت شاطر، انا هثق فيك ازاي؟ انا عشان اثق فيك لازم يبقى في بلان برضو معموله، لازم يبقى في ايمج كويسه قدام العميل، لازم يبقى في فيدباك كويس من عملاء كتير اتعاملوا معاك، لازم العميل يتابع الافكار بتاعتي فيقتنع بيها فيبدا يتعامل معايا. فالموضوع مش اعلان ممول. في ناس كتير بتشير حتى من غير السبونسر اد، مع انه هو حاجه مهمه جدا. الموضوع لازم يكون مع حد فاهم. زي ما بقول دايما، بعيد عني او عن اي شركه، اوكي، لازم تبقى مع حد يقدر فعلا يوصل افكارك واحلامك للناس، بس ما تغامرش بوقتك، ما تغامرش بفلوسك، ما تغامرش بمجهودك مع حد مش فاهمك، لان ده هيوقعك. لازم تبقى مع حد فاهمك. عشان كده حتى لما تيجي تتعامل مع شركه تسويق برضو نفس القصه اللي احنا قلناها، ما تثقش في حد بسرعه، تابع وشوف الافكار. ممكن الافكار دي مش مناسبه ليك، ممكن تكون اصلا مش نفس دماغك. تابع الافكار، شوف الديزاينز بتاعتهم، شوف هم دماغهم ايه في التسويق، شوف هم لو هم اصلا اشتغلوا معاك هيفرقوا معاك ولا لا. يعني في عملاء كتير بتيجي تبقى عايزه تعمل معايا كونتراكت مثلا نص سنوي، انا اللي برفض، مع ان ده طبيعي بيبقى فرصه لينا لان بيدخل انكم عالي، ان انت بتاخد باكج مثلا نص شهر او سنه، نص سنه قصدي، او سنه كامله. بس انا في الغالب بيبقى راضي دايما على العميل. انا مش هعمل كونتراكت، احنا بنجرب بعض،
مش العميل بس اللي بيجربني، انا اللي بجرب كمان العميل. يعني بمعنى ان احنا بنشوف في كيميك او كيمستري كده في تفكيرنا مع بعض ولا لا، احنا هنقدر نفهم دماغ بعض. انا اللي بعمله ده هيبقى عاجبه، اللي بعمله ده هيبقى اضافه ليه. طب هل هو هيبقى عميل سلس هنشتغل مع بعض كتيم؟ هل هو هيبقى سايبنا نمانج احنا الموضوع وقادرين ان احنا ننجحه، ولا البلان بتاعتنا مش مناسبه ليه او هو مش مبسوط؟ لان العميل في كل الاحوال لازم يبقى مبسوط من الشغل. ف دي كانت حاجه بسيطه كده عشان محدش يضحك عليه. ايا كان شركه التسويق مين، حتى لو اي حد، تابع الاول. انت كحد داخل في المجال لازم تبقى حاطط لنفسك بلان طويل شويه، لازم تبقى عارف ان انت لازم يكون عندك ماتيريال تشتغل بيها عشان الناس تثق فيك وبالتالي تنجح. يومكم جميل. انا بقالي كتير ما كلمتكوش عن حاجات خاصه بالماركتنج، فقلت ابدا اليوم معاكم النهارده واسجل لكم الفيديو ده عشان كذا حد سالني الايام اللي فاتت. فيومكم جميل ان شاء الله، وربنا يكتب التوفيق للكل.